اهلا بيكم في قناه المستديره. النهارده جايب لكم خبر مقلق للزملكاويه بخصوص حمزه المسلوسي بعد اصابته في مباراه الزمالك ضد مودرن سبورت، واللي انتهت بهزيمه الزمالك بهدف دون رد. المسلوسي اتصاب في المباراه وكل الجماهير كانت متخوفه ان الاصابه تكون قويه وده يخلي اللاعب يغيب لاطول فتره ممكنه عن الملاعب. هنعرف مع بعض كل تفاصيل الاصابه خلال الفيديو ده. الاصابه حصلت خلال مباراه الزمالك ضد مودرن سبورت، وكان واضح ان حمزه المسلوسي مش قادر يكمل. الجميع بدا يقلق انه ممكن يكون مصاب برباط صليبي، وده يعني غيابه لفتره طويله عن الفريق. لكن المسلوسي طمن الجماهير وقال ان الاصابه مش خطيره زي ما البعض فاكر، وانه هيخضع لفحوصات طبيه اكتر عشان يتاكد من حالته الصحيه. رغم الطمانينه، الجماهير لسه في حاله ترقب. الزملكاويه مش قادرين يتحملوا فكره غياب لاعب مهم زي حمزه المسلوسي، خصوصا بعد الهزيمه الاخيره من مودرن سبورت. لكن كلنا مستنيين نعرف اكتر عن الحاله الصحيه وهل هيرجع بسرعه. ده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. ايه رايكم؟ شايفين ان الاصابه هتاثر على الفريق؟ وهل حمزه المسلوسي هيكون جاهز في اسرع وقت ممكن؟ قولوا لنا رايكم في الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد على قناه المستديره.